واحدة واحدة. أرسل عمر بن الخطاب رسالة إلى عمرو بن العاص بطلب المؤونة لأهله في مكة. فأرسل عمرو بن العاص رسالة إلى عمر رضي الله عنه وقال: أرسلت إليك قافلة أولها عندك وآخرها عندي، واليوم من القاهرة نرسل قافلة أولها من القاهرة بالحب إلى أهالينا في صعيد مصر. تم تجهيز القافلة من جمعية فيض الرحمة، مكونة من تركيب وصلات المياه ومحطة تحلية المياه، بطاطين للشتاء، شنط تموينية، تجهيز هدايا عينية لحفظة القرآن الكريم لمسابقة الحافظ الرباني، وملابس جديدة، وبعض المفروشات والأدوية لإخواننا ولأهالينا في صعيد مصر. حابين نشكر إخواننا المتبرعين ونقول لهم إن بفضل الله رب العالمين إحنا كونا شنطة لإخواننا وأهالينا في الصعيد من المنتجات التموينية الأساسية: زيت وسكر ورز ومكرونة وعدس وفول وملح وصلصة. بفضل الله رب العالمين الحاجات ديت اتكونت بمجهود وتبرعات إخواننا اللي أنفقوا محبة لأهالينا وإخواننا في صعيد مصر. من باب مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. اليوم قافلة جديدة تسير من جمعيتكم جمعية فيض الرحمة من باب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.